السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية العقرب في المنام، لأنها جات لي كتير في التعليقات وبإلحاح. بصي يا حبايبي، العقرب هو عدو ضعيف جدا، ما بيقعش منه غير ان هو يغتابك او يغتابك، يجيب في سيرتك، بينم عليك، شاطر في الغيبة والنميمة، يوقع بين الناس وبعضيها. طيب هو العقرب دون دايما بيكون من الأقارب، سواء من أهل زوجك، من أهلك، هو بيبقى حد من الأقارب. دايما يكون عدو لدود كده، بيقعد يتكلم وينم عليك، يخش في بيتك وينم عليك، يطلع سيرتك بره. طيب لو شفت نفسك أو نفسك بتاكلي لحم العقرب في المنام ني، ده بيبقى مال حرام او حاجة حرام، او حاجة حرام حد بيعملها، او ان انت في حاجة غلط بتعملوها ترجعوا عنها. طيب لو شفت ان انت بتاكل او انت بتاكل لحم العقرب مستوي او مشوي، ده بيبقى مال او ميراث او حق، وهيرجع لك وانت احق بيه. ده حقك وهيرجع لك وهيترد لك، عشان انت كلت من لحم العقرب، بس كلت ان هو مستوي، سواء شايفه مطبوخ او مشوي. بيبقى حق ميراث كان ضايع وهيرجع لك، فلوس كانت ضايعه لك وهتترد لك وهتاخدها، مال حلال. طيب للست المتزوجة او للبنت العزباء، لو شافت ان العقرب على سريرها او تحت سريرها، يعني هي بتنطق، هي بتقولي في عقربة، في عقربة، دي مؤنثة، يبقى في خيانة. يبقى لما تشوفيها على سريرك، على فراشك، او في اوضة النوم بتاعتك، او تحت السرير، اعرف ان في خيانة زوجية، يبقى في خيانة. جوزك يعرف واحدة ست، لانها بتقولي عقربة مؤنثة. طب لو بنت عزباء، تعرف ان لو بينها وبين شخص هي بتحبه علاقة، وشافت الرؤية دي ان على فراشها او سريرها عقربة، تعرف ان هو اساسا في واحدة تانية قصادها، بيكلم واحدة تانية معاها، فدي بتبقى دي الخيانة. طب امتى ننتصر على العقرب؟ لو موتيه وانت شفت ان انت موتيه، ده انتصارك على العدو او انتصارك على العدوة. فده موت العقرب هو انتصارك على الشخص اللي بينم عليك، او الشخصية اللي بتخونك، او في جميع احواله. فده رؤية العقرب يا جماعة. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش تحت الفيديو من تحت، يكتب لي في التعليقات والكومنتات، وان شاء الله انا هرد عليكم باذن الله. يا ريت ما تنسوناش باللايك وفعلوا الجرس يا جماعة، عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وعندكم كلمة الاشتراك بالاحمر، تدوسوا عليها وتشتركوا في القناة يا جماعة.